الترجي مداخيل ب 35 مليار وعجز ب 13 مليار. الهيئة التسييرية للنجم الرياضي الساحلي ترفض تأجيل مباراة الكلاسيكو. السلام عليكم متابعينا. بلغ مجموع مصاريف الترجي لسنة 2021-2022 والذي تم تضمينه في التقرير المالي في الجلسة العامة التقييمية المقامة حاليا ما قيمته 27 مليار و829 ألف دينار، بينما بلغت قيمة المداخيل 34 مليار و992 ألف دينار، ليكون عجز الميزانية قرابة 13 مليار. تكفل رئيس الترجي حمدي المدب بتغطيتها من ماله الخاص. وحسب موقع نسمة سبور فإن هيئة الترجي كانت طلبت رسميا كحل أخير لعب المباراة ضد النجم الرياضي الساحلي في ملعب سوسة ثم لعب الإياب في رادس، لكن الهيئة التسييرية للنجم وبعد أن وافقت في البداية رفضت ذلك وتمسكت بالرزنامة واللعب كضيف، ما جعل الترجي والرابطة في مأزق. لهنا نكون وصلنا لاخر الفيديو، ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس باش توصلكم الاخبار الحصرية.